مرحبا، أهلا وسهلا فيكم رومان وورد فريندز وفولورز بمطبخكم الثاني. الريسيبي لليوم هي الرز البرياني، أكلة مشهورة من المطبخ الهندي وكتار بحبوها. عادة البرياني بتتحضر باللحم الغنم أو بالدجاج بعظمه، حتى ممكن تنعمل بالقريدس وسمك الفيليه. حبلش بدي قلي البصل. أصول البرياني تنطبخ بالسمنة، أنا حاستعمل زبدة. بدي دوب الزبدة، أنا استعملت هون ملعقتين زبدة. بدي ضيف البصل قطعته فرم ناعم. حاتركه يتقلى لياخد اللون الذهبي. دايما البصل لما نقليه بدنا نعطيه وقت لتاخد اللون الذهبي، هيك بتصير نكهة البصلة أطيب بالطبخ. مثل ما شايفين البصلة احمرت، أخذت اللون اللي مطلوب. بدي زيد عندي زنجبيل وثوم هرستهم ناعم، حضيفهم وقليهم. هلا بدي زيد عندي فليفلة حرة فرمتها ناعم، ممكن تستعملوا الفليفلة الحمراء كمان. حضيف الكزبرة المفرومة ناعم. بلشت تطلع الروايح الطيبة. حاستعمل بهار البرياني من رومان، مؤلف من عدة أنواع من البهار، خلطة فريدة ومميزة. وشو أطيب من بهار رومان؟ البرياني بيتألف من الكاري الحلو، الشومر الحلو، الهيل، القرنفل، الفليفلة الحرة، الكمون، الكزبرة اليابسة، الخردل الناعم المطحون، الثوم، البودرة. كلهم هول بينطحنوا ليعطوني هالبهار. أوه ولا أطيب. بدي كمان استعمل كمون حب، نص ملعقة صغيرة، نفس الشيء بالنسبة للفليفلة الحرة. هلا قلينا الكزبرة والثوم والزنجبيل والبصل والفليفلة الحرة. بدي اضيف البندورة، حبتين بندورة قشرتهم وفرمتهم ناعم. عندي رشة ملح، بقلب. ريحة بتشهي. دايما خلطة الثوم مع الكزبرة مع الحر من أشهى الروايح بالطبخ. عندي هون صدر الدجاج المسحب، قطعته مكعبات ونقعته قبل بليلة باللبن، الثوم، الزنجبيل، الكزبرة والنعناع، أكيد بهار البرياني. حضيفه فوق القلية هون، بدي يتقلى معي. حضيفهم للدجاج على دفعات. بدي اياه يتقلى مش ينسلق. دايما لما يتقلى الدجاج يعطينا نكهة أطيب ما إنه يكون مسلوق وطلع ميته. بهالوقت حخفف النار على الدجاج، اتركوه يستوي، بده شي ربع ساعة، بيرجع بكفي استوى مع الرز. عندي 3 كبايات رز هندي، بدي اغسلهم وانقعهم 10 دقايق. لسلق الرز بدي يكون عندي حب هيل، افتحهم لتطلع النكهة. حطيت تقريبا شي 5-6 حبات. حاستعمل كمان عود قرفة، خليني اكسره. حاستعمل ورق الغار، اكيد الملح وشوية زيت حتى ما يلزق الرز على بعضه.
بترك المي لتغلي. سلق الرز حيكون تماما مثل كأنه عم نسلق الباستا، المي بدها تكون كتير غابرته حتى ما يلزق يعجن على بعضه. هلا من بعد ما غليت المي بدي سقط الرز لأسلقه. عندي عم بستعمل رز هندي حبة طويلة. المي لازم تكون غمرته للرز، بدي ينسلقوا كأنه عم نسلق الباستا. بدي اتركهم 7 دقايق لينسلقوا معي. بهالوقت هو عم ينسلق الرز بدي انقع عندي زعفران جرام واحد ايراني اصلي كمان من رومان، بدي انقعه بالمورد ل10 دقايق، حوالي 3 ملاعق اكل كبار. بدي انطرهم 10 دقايق لحتى ياخد اللون اللي بدي اياه، لاحصل على اللون اللي بدي اياه. حشيل هلا قسم من قلية الدجاج، بدي وزع الرز، برجع احط طبقة دجاج وبرجع رز. انسلق معي الرز، بدي وزعه، بدي احط طبقة فوق قلية الدجاج، رشة كزبرة، حوزع زبدة أطيب للرز. عندي بصل مقطع جوانح ومقلى كمان بدي وزعه. مثل ما ذكرنا أهم مكون لهالطبخة هو البهار البرياني من رومان وورد. هو مزيج من عدة أنواع من البهارات تنطحن ناعم تنخلط مع بعضها. بدي وزع الزعفران، حارجع وزع طبقة تانية من الدجاج، اخر طبقة من الرز وزعه، الزبدة، كزبرة، البصل، واكيد بدي وزع الزعفران اللي نقعته بمورد زعفران ومورد رمان. ما معقول الريحة، حغطي اتركهم 20 دقيقة على نار خفيفة. هلا استوى الرز معي، حطفي النار وحركه شوي بالشوكة لتتغلغل النكهات كلها مع بعضها. يا سلام يا سلام على الريحة شو طيبة. بتركه 5 دقايق قبل السكب. دايما البرياني، رفيقة البرياني هي سلطة الرايتا، هي عبارة عن لبن، ثوم، حطيت الثوم خلطته مع اللبن، بدي زيد عندي خيارتين قطعتهم ناعم فرمتهم، كزبرة ونعناع أخضر، بزيدهم وبخلطهم. عادة اللبن بيتقدم مع البرياني لأنه أكلة شوي حرة وبهارة كتير قوي، بقى اللبن هيك ببرد شوي. رشة كمون على الوجه ورشة فليفلة حمراء تعطيني لون حلو، ورقتين نعناع، وهيك نكون حضرنا سلطة الرايتا رفيقة البرياني. من بعد 5 دقايق لارتاح الرز بدي اسكب البرياني. حضرت لوجه البرياني كاجو محمص بالفرن مش مقلي، ولا نقطة زيت، وزبيب كمان نفس الشيء. حاسكب البرياني الرز
مع قطع الدجاج كله أخذ بعضه. وزع الكاجو المحمص الحبة الكاملة، كاجو رومان، ولا أطيب ولا أنظف من هيك قلوبات. وهيك بتكون خلصت طبختنا لليوم. طبق ببيض الوجه خفيف سريع بينطبخ، ما بده كتير وقت. ببيض الوجه إذا في عزيمة العائلة حتحبه، نكهاته كتير قوية وبارزة. دايما الثوم، الزنجبيل، بهار البرياني، الكزبرة بيعطونا نكهة طيبة مميزة، وخاصة مع الزعفران كمان، وهالخليط الطيب اللي استعملناه ببهار البرياني، ومعه سلطة اللبن، الرايتا، السلطة الهندية. شكرا انه تابعتوني، بتمنى تجربوها واكتبوا لي بالكومنت اي طبخة عبالكم نجربها نعملها سوا. ميرسي.